السلام عليكم. شو قال؟ السلام عليكم اخوان. هذه القصه ديال هذا الفيديو اللي لقيت فيه بزاف ديال الانتقادات مع الناس، والناس ما عارفينش باللي انا راه كنت غير دايز يعني خارج توقيت العمل ديالي، وبان لي هذا السيد عنده شي مشكل في السياره. قلت اجي نوقف نشوف شنو كاين. هنا شعلت الاضواء ديال سيارات الاسعاف باش نبدا السيارات. رجعت مارشالان، ملي وقفت وجيت عند السيد كنتفاجئ باللي السيد مغيب في السياره ديالو. شو قال؟ كيف ما كتشوف حاولت نشوف الوعي ديالو، السيد واعي ولكن ما واعيش 100%. كان ماشي واحد سولت الطوموبيل السيد ولا اللي معاه بعض الاسئله، مثلا ادويه اللي كياخذ واش سكران ولا لا. يداوي على قال لي السكر لا، طونسيون قال لي انما هو ديابيتيك. ما شربش. هنا غادي نرجع للسيارة الاسعاف باش نجيب الساك ديالي باش نعبر ليه الجليسيمي ديالو. الامر اللي بقى فيا انا جميع السيارات كيدوزو حتى واحد ما فكر انه يوقف ولا يشوف شنو واقع ولا يساعد. واحد السيد سخفان بالعكس اللي درت انا، كيف بان لي السيد عنده واحد المشكل قلت اجي نوقف نشوف شنو خاصو ونعاونو. ما كانش كيسحب لي غادي نبقى سخفان في السياره ديالو. واحد السيد. هذا الامر اللي دار بزاف ديال الانتقادات. هنا الاخوان هبط الساك ديالي ديكسترو، غادي نعبر ليه الجليسيمي ديالو. كان عنده كيف ما غادي نشوفو في لاباري 4 غرام. يعني بالنسبه شي شخص عادي تقدر ما تسخفوش بحال، ولكن السيد ما كانش واعي، ولكن ثاني في نفس الوقت ما فقدش الوعي 100%. الطوموبيل ونجي عنده هنايا صافي. هنا قلت السيد غادي نمشي نجيب الرومبوا ونرجع باش نديه للمستشفى. قال لي واخا. هنا كنشكر السيارات اللي وقفوا لان شافوا شنو واقع. طالع عليه السكر 4 غرام. هذا السيد تا هو جا في السوال مع هذاك السيد نجيب هاد الدوره ونجي نهز. هنا غادي نركب في سيارة الاسعاف الاخوان وغادي نتصل بالناس ديال الامن بالرقم 19 اللي هو رقم خاص بالامن الوطني، اللي يكونوا علموهم بهاد الحاله، وغادي نعلمهم باللي غادي نتدخل ونقلب المصاب وكل شيء. غادي نقوم بالنقل المصاب. كيف ما كتشوف اتصلت بالرقم 19 ودويت معاهم. كنحاول ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. ما عندوش داك المثلث. هنا الاخوان رجعت. بالنسبه للناس اللي قالوا لي لا علاش درتي المثلث اعتق السيد بعدا هو الاول اعتق. اخوان هذا الدور ديال المسعف هو الحمايه. الحمايه ما غيديرهاش البوليس ولا شي حاجه. هنا ما كاينش البوليس، يعني انا اللي خصني ندير الحمايه ونحمي مكان الحادث عاد باش ننزلوا السيد من السياره ديالو. وبعض الاحيان الا كان المسعف كيشوف باللي كاين واحد الخطر عليه ولا على الجمهور راه يقدر ما يتدخلش وما يسعفش داك الشخص، لان كيشوف كاين واحد الخطر. هذه من بين الحوايج الاوليه ماشي المهمه، وانما الاوليه اللي كتعلم وهي الحمايه. تحمي راسك وكتحمي مكان الحادثه والمصاب والجمهور. كيف ما كتشوفوا الاخوان هنايا السيد لقيناه اصلا ما دارش السمطه بالطريقه الصحيحه ديالها. سكر حفظ الله بعدا ما تسببش في شي كارثه من يفقد الوعي ديالو. هو الشخص راه واعي ولكن ماشي 100% وما بقاش يتحكم في الجسد ديالو. هنا حاولنا ننزلوه من السياره ديالو. شويه. الناس اللي غيقول لي انت غير بوحدك كي درتي، لا، حنا في الاسعاف كتعلم البروتوكول كيفاش تنزل المصاب من السياره غير بوحدك. انا طلعتناه في سياره الاسعاف وفي نفس الوقت غادي نمشي نحيد السياره ديالو لانها باقا كتشكل خطر على مستعملي الطريق. كيف ما كتشوف يعني الا دينا هو المستشفى وبقى تما راه كاين خطر كبير. هنا غادي نحيد الاخوان السياره ديالو، غادي نحطها على اليمين، من بعد غادي نتوجهوا بالسيد للمستشفى. والناس اللي سولوا راه الحمد لله راه السيد ولا بخير، مشى للمستشفى غادوا ليه السكر ديالو وخرج عادي الحمد لله. وكذلك شكرنا بزاف صراحه، ولان كان هذا غير تطوع من عندي باش وقفت وساعدته ودينا للمستشفى. كنشكركم بزاف الاخوان، نخليكم مع النهايه ديال الفيديو. شكرا لكم. وربي سبحانه وتعالى غادي يغنيك على الشيطان وغنزيد الذكر ثاني باش هذاك الله القوه. الله يعاونكم.